وتحية حارة من حركة 20 فبراير بمدينة سطات إلى كل سكان مدينة سطات، إلى كل مناضلي مدينة سطات، إلى من يرفع شعارات الحركة بصوته، إلى من يرفع شعارات ضد الظلم وضد الفساد وضد الحقرة. والحل الوحيد من كل الحلول إسقاط الحكومة، إسقاط الحكومة وحل البرلمان، وحل البرلمان، استقلال القضاء، استقلال الإعلام، تحرير المعتقل، بقوة، واسمع صوت الشعب، إذا ما سمعت والو، واسمع صوت الشعب، واسمع لولاد الشعب، واسمع لبنات الشعب، والمخزن يطلع برا، والمخزن يطلع برا، والمغرب عرضي حرة، القتال يطلع برا، القتال يطلع برا، وبالتالي هي مسيرة تهدف إلى تغيير الفساد والاستبداد ونسير بالمغرب نحو التقدم والتنمية وكل تحقيق متطلبات الساكنة المحلية. وأنا كمغربية وكبنت سطاتية كنشارك في كل هذه المسيرات، لأن المطالب الشعب هي مطالبنا، ولا حقق الشعب شي حاجة راها غادي يكون لا مدينة سطات ولا المغرب كله إن شاء الله تعالى غادي يستفد منها. لهذا أنا شعب، والشعب يريد إسقاط الاستبداد. ايوا احنا ظاهرنا بهذا الشيء باش ما يعطيونا حقوقنا ويعطيونا الحريات احنا ديالنا. ناضل يا مناضل، أجل الكرامة، أجل الكرامة، أجل الكرامة، أجل التشغيل، أجل التشغيل، أجل السكن، أجل السكن، ضد الحكارة، كل شي غادي، كل شي غادي، كل شي جان، كل شي غادي، كل شي جان، الثقة، الصحة، التعليم، التعليم، التشغيل، التشغيل، البرلمان، البرلمان. حنا غنقولوا بان حنا مستمرين في النضال ديالنا، مستمرين في الخروج الشارع، ما غيرهبناش القمع، ما غيرهبناش التضليل الاعلامي حتى النصر ان شاء الله. وبكل صراحه هذه مسيره مباركه وما كننتظروا منها الا الخير، وهذا ما يمكن لي نقول في هذه اللحظه هذه. انا جيت متفائل هذه المسيره بس بمدينه سطات، لان كنظن بهذه المسيرات غيحصل تغيير ان شاء الله في المغرب، بالمسيرات السلميه طبعا.
سكتناش كل يتكلم وإلا احنا سكتناش الشعب يتعلم وإلا احنا سكتناش كل يتكلم وإلا احنا سكتناش حنا ما باغيش الظلم وما باغيش الاستبداد وما باغيش الحقره في هذه البلاد. الحمد لله، الله يستركم الله يعاونكم.